يا صباح الفل على يومكم، يا صباح العسل ويا صباح الجمال. هتعملي ايه يا بنتي يا ميرو النهارده على السريع كده؟ على السريع يلا بينا. هنعمل النهارده بقى، قايمه من النوم متاخر الساعه 3 وشويه، مش هلحق ان انا اعمل المحشي، بس النهارده شيخ المحشي، شيخ الاكل كله اللي هو المحشي. ان شاء الله هنعمل محشي وفراخ مع بعض. يلا بينا على طول نشوف هنعمل ايه ونسمي الله. وقبل ما نبتدي الفيديو نقول ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. يلا بينا يا بنات. اول حاجه كده معايا طماطم وبصل هنحطهم على بعض، وهنعمل نمرطهم بالبهارات كالتالي. عايزه اقول لكم ان النور كمان قاطع والدنيا يعني ايه بايظه النهارده. نسمي الله. نحط من كل البهارات دي يعني حبه حبه حبه، ما عدا بتاعه المحشي. دي كباب صيني، على كزبره، على لورا، على حبهان، كوكتيل. دي خلطه انا بعملها على ايدي، ان شاء الله نبقى نعملها مره مع بعض. هناخد بتاعه الفراخ وهناخد كمان البهارات المشكله دي، وهنمرط الكلام ده كله. نسمي الله. مرطه حلوه كده، ونجيب الفرخه المقلبصه بتاعتنا ونسمي الله ونشوف هنعمل فيها ايه. بصوا يا بنات، الفرخه دي انا عايزه اسويها بحالها زي ما هي. الناس اللي بتخاف ان الفراخ لما تيجي تسويها يبقى فيها دم من جوه، هوريكي تركايه حلوه قوي مش هتخلي فيها دم. انا هحط الخلطه دي في قلب الفرخه من جوه حبه كده، وهنا كده كمان نسيت الليمون. انا استحاله اعرف اطبخ فراخ من غير ليمون يا جماعه، معلش لازم الليمون. هعصرها كده على الخلطه، وامسك الليمونه التانية دي ادعك بيها الفرخه كلها من بره. وتمسكي الفرخه من جوه ومن بره تدعكيها دعك معتبر. حطي تحت الجلد. عايزه اقول لكم التركيبه دي بتفرق في الفرخه جدا. زي ما انتم شايفين اهو كده. تمام تمام يا ميرو. اي حاجه وقعت هنا هنحطها في الشوربه تاني. انا مش عايزه الفراخ فيها دم. هعمل ايه؟ هاجي هنا نقرب بسم الله. هاجي هنا عند المفصل بتاع الورك وهديلها غزه صغيره، لان ده اكتر مكان من جوه، يعني مش هدي من بره. ده اكتر مكان بيبقى فيه بتلاقي فيه دم، يعني اكتر مكان لما بيكون الفرخه كبيره بتلاقي فيها دم. فانا هاجي بس من هنا كده هديله ايه نغزه او اتنين، بحيث ان انا ايه اوصل الشوربه لما تكون سخنه توصل لهنا. وهاجي برده في عظمه الفخده هديلها عند العظميه، يعني احس بصبع العظميه فين، وهدي عند العظميه، هنزل عند العظميه بحيث ان هي ايه من جوه ما يبقاش فيها دم. وهاجي هنا برده هنا في الصدر من هنا كده، شايفه منين؟ من عند الجناح. هدي غزه صغيره. طبعا لو عندك سكينه ارفع من دي بتبقى جميله يعني بصراحه، لان الصدر برده يا جماعه بيبقى فيه دم. تمام. في الطبق كده. هاجي هنا من عند الجناح خالص من هنا بميلان كده، هدي كام غزه بحيث ان انا عايزه اي حته بيبقى فيها دم انا تلاشى الحته دي. وما تخافيش مش هتفتح معاكي ولا حاجه، يعني لو انت خايفه انها تفتح او تتقطع لا. نعمل الورك التاني كمان. دي اكتر حاجه تخلي الفراخ مفيش فيها دم. يرحمكم الله. ورك درس. طب كده خلاص تمام. الكتف بقى ديت تكتفها حلوه كده. بسم الله. بس كده يا ميرو، بس كده يا قلب ميرو. يلا على النار بقى ونحطها. حله بقى يا بنات على النار. بسم الله. وهنزل بالفرخه زي ما انتم شايفينها كده. كل ده هحطه بس مع الشوربه، مش هحطه دلوقتي هو والزعتر، لان انا حطيت فيها زعتر لسه. هسيبها تشوح تشويحه حلوه وبعد كده ننزل بالماء. زي ما انتم شايفين يا بنات اهي كده تمام. حطيت الليمونه، عصرت الليمونه ده في الاخر. ليه يا ميرو بتعصروا الليمون؟ انتوا عارفين ان انا ما بحبش ايه زفاره الفراخ، فلازم احط عليها ليمون. معلقتين زيت في الميه. هنزل بالبصل
في ناس يا جماعه بتحب تعمل انا برضو من الناس دي، يعني انا من مدرسه الحاجه اللي بتبقى نيت دول كمان. انا من الناس اللي بحب برضو الاكل لما اجي اعمله يبقى نيت. يعني مامتي ربنا يديها الصحه دايما تقول لك الزيت الكتير بيجيب عمى وبيتعب القلب وبيسد الشرايين، فدايما حاولي تقلي من الزيت، لان الزيت الكتير فعلا بيجيب مشاكل صحيه كتير. لو قلت ان انت تخفي الزيت خالص يبقى تمام. يعني انا بحب اطبخ بالليه وبالسمنه البلدي اكتر من الزيت، بس في اكل ما ينفعش لازم هتحطي فيه زيت، فحاولي ان انت بقدر المستطاع ان انت تقلي منه. وانت واقفه تقولي ايه بقى، سبحي ربنا كده واستغفريه وقولي ايه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. طول ما انت واقفه استغفري ربنا كده الشغل معاكي يخلص بسرعه، ما تحسيش ان انت بتشتغلي كتير. هحط بقى الطماطم كده تمام. الطماطم دي اللي احنا سبكناها مع بعض هسيبها بقى تتسبك مع نفسها خالص. شايفين لونها عامل ازاي؟ حاجه كده ايه، بتدلع، حاجه بتدلع. هسيبها بقى تتسبك مع نفسها ونظبط الدنيا. بصوا يا بنات، الرز بتاعي اهو. انا من الناس اللي ما بحطش الرز على النار، انا بقى بسبك الصلصه لوحدها والخضره لوحدها والرز لوحده. ازاي يا ميرو؟ هو دي طريقتي، جربيها وهتعجبك ان شاء الله. يعني خليكي ماسكه، نسمي الله. هتنزلي بالصلصه زي ما انت شايفه اهي، وكل ما هتحتاجي لحد ما اللون يظبط معاكي زي ما انت بتحبيه. في ناس بتحب المحشي احمر جدا، في ناس بتحبه لا مش احمر، في ناس بتاخده على النار لفه. انا لا، هو برضو حلو اللي بيتاخد على النار لفه، بس بحس ان هو بيستوى. يعني انا بالنسبه لي بحس ان هو بيستوى، بحب الطريقه دي اكتر من ان انا اخده بصراحه على النار لفه. هديله تقليبه حلوه عشان الموبايل ده ما يقعش، وارجع اوريكم بقيه الخلطه بتاعتي بحط عليه ايه. كده خلاص يا جماعه اهوت. هنحط حبه بقى، بصوا البهارات زي ما انا قلت لكم، الكباب الصيني والكزبره ورق اللورا والحبهان انا بطحنها لوحدها. ده كمون، انا عامله فيديو مخصوص للبهارات هيعجبكم جدا جدا جدا. هنزل بالبهارات دي كلها، المحشي بيحب البهارات بالذات الكمون يعني. وهنزل كمان بالخضره. ليه يا ميرو انت ما حطيتيش الخضره تتلف على النار؟ الحركه دي بتخلي ريحه الصلصه وريحه الخضره وريحه المحشي نفسه تقلب الدنيا. عايزه اقول لك شوفي ريحه الكزبره مسافه ما نقلتيها وهي لسه خضره، يعني ريحتها طلعت عليا. طبعا هحط الخضره بس حبه حبه بقى عشان اقلبه تقليبه حلوه كده. المرحله ديت مش هينفع تمسكي فيها سباتولا ولا حاجه، ايدك بتلف وايدك ايه اشتري الطبق، وايد بتقلب، ايد بتلف وايد بتقلب زي ما انت شايفه اهو. هاتيلي كده الملح، تكستوب هاتيلي الملح. بصوا يا بنات، العنق بتاعت الخضره انا حطيتها. انا ببقى دايما احط بصل وطماطم، بس بما ان انا عندي المره دي عنق فحطيت ايه عنق الخضره او الطروف بتاعت الخضره في الارضيه. اول سطر انا بحشيه كله مره واحده كده تمام. بعد كده بقى بنبتدي هوريكي الطريقه. انا ما حطيتش اي زيت هنا، ما حطيتش الا معلقتين الزيت. شايفين سلق الورق حاجه كده ايه، دلع، ولا مهري ولا متقطع. هوريكم بقى، انزل لكم برده الفيديو بتاع سلق الكرنب لوحده. ما حطيتش اي زيوت خالص خالص هنا. وهوريكي بعد ما يستوي هيبقى عامل ازاي. طبعا احنا بنسقيه بشوربه البط بقى، لو في بط او لحمه او فراخ بتسقيه باي شوربه عندك. ما فيش شوربه بتعملي انت شوربه وبتسقيه بيها كده كده. اهم حاجه ان المحشيه تبقى من هنا ومن هنا كده ايه زي ما انتم شايفينها اهو. برضو كمان العروق اللي بتبقى خشنه تبقى لجوه، الناعمه لبره. الورقه نحسها كده بصابعنا، العرق الخشن لجوه اللي هو وش الورقه، والناعم يبقى لبره زي ما انت شايفه اهو. من هنا بمسح ومن هنا بمسح. انا بنتي بتشد ايدي ليه؟ مش شايفه الكاميرا هي اللي بتصورني. يبقى الصبع كده ايه تمام. بصوا يا بنات، انا كده المغرب هيأذن علينا، احنا لسه ما فطرناش بس يلا مش مشكله. ده المحشي خلاص خلصنا اهو. دي جزاتي اللي تقوم من النوم متاخر. بسم الله. حطي حطي حطي.
بس عشان شرب. ديت ميه على شوربه، وده وش الشوربه بقى. بسم الله. لازما الهزه ديت علشان خاطر ان الشوربه كلها تنزل تحت، بس مش هنحط اكتر من كده. الميه تبقى واخده نص الصابع، واخده نص الصابع. هنحطه بقى على النار، ولما يستوي نقدم الاكل مع بعض. اللمسه دي لازم على طول تحطيها على المحشي. على فكره بتفرق جدا جدا في طعم المحشي. معلقه الصلصه اللي بتحطيها على الوش، لو انت زي بتحطي الصلصه على الوش قولي لي في الكومنت ان انت بتحطي الصلصه على الوش. بصوا يا بنات، انا اول حاجه هعملها هعمل كده. ليه؟ الرجه دي هتخلي المحشي ينزل ايه، يرقص. يرقص على الصينيه. عايزه اقول لكم ان المغرب الحمد لله لسه مأذن، ده خالد جوه شيشه. يا حلاوتك يا حلاوتك. تعالي بقى هنا كده زومي. اطلعي 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 كمان 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 كمان. العب 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 العب. حاجه كده ايه، بتدلع. شايفين المحشي كله نازل ما شاء الله لا قوه الا بالله، مفرفط وما حطيتش زيت فيه. خدوا بالكم يا بنات، انا ما حطيتش زيت جواه عشان الناس اللي عامله رجيم، والناس مثلا اللي عندها امراض من الزيوت والكلام ده. هاتي كده منديل المسح ده منها، افصلي ثانيه واحده. ده يا بنات كان المحشي بتاعنا النهارده. عايزه اوريكي الصابع. الطبق نفسه شوفوا، والله العظيم انا ما حطيت زيت فيه، وجاي كله من المحشي مفرفط. عايزه اوريكي الرز من جوه. بسم الله. سخنه. زومي كده كمان، زومي كمان. شايفه الرز كله مفرفر من تحت من جوه. الرز كله مفرفر خالص من جوه، مش معجن او ملزق او كده. منديل يا جنى. تعالوا افطروا معانا بقى، احنا هنفطر واحنا واقفين، عيال هياكلوا من جوه. اللي عايز يشوف الطريقه بتاعته هيدخل على الفيس او على اليوتيوب، ويدخل على صفحه مطبخ ميرو ويشوف الطريقه. تاكي الصبح كده. اللي عايز يشوف الطريقه كامله يدخل على البيج في الفيس مطبخ ميرو، او على اليوتيوب مطبخ ميرو. اشوفكم فيديو جديد مع امير. بس قبل ما تروح في اي حته تقولي ايه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله اشوفكم فيديو جديد مع امير. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه. باي باي.